هاي اصحابي، وحشتوني جدا. النهارده كان يوم مميز جدا عشان النهارده كان عيد ميلادي، وقررت ان انا هعمله في البيت وهاخدكم معايا في كل الكواليس بتاعه العيد ميلاد من اول التحضير لحد اخر حاجه. دلوقتي بدات ان انا فطرت فطار لذيذ كده سريع، وبعد كده بدات ان انا اطلع الحاجات اللي انا جبتها علشان اشوف ايه الحاجات اللي ناقصاني وانزل اجيبها. بدأت يومي من بدري، فقررت ان انا انزل على طول بعد الفطار علشان اجيب التجهيزات اللي انا محتاجاها والحاجات اللي ناقصاني. دي كانت صورة كده في الكواليس. بعد كده رحت اول ستوب ليا وان انا اجيب الحاجات اللي هعملها سندوتشات وكده، وهوريكم في الاخر وافهمكم انا عملت ايه. هنا الدنيا كانت زحمة فحبيت اوريكم الطريق، وما كانش بشرة خير في البداية، ده سيلفي عادي في العربية. وبعد كده كان تاني مكان روحته كان لولو، وصورت لكم الحاجات اللي كانت عنده بتاعة العيد ميلاد. قعدت افكر ايه الحاجات اللي كانت ناقصاني وكده، وفي الاخر الحمد لله نسيت الحاجه اللي انا كنت عايزه اجيبها. وبعد كده جبت شويه حاجات من هناك لزوم بقى العيد ميلاد، وهفهمكم اكتر ازاي رتبت العيد ميلاد ده وايه الحاجات اللي كانت افكار في دماغي. ورحت من هناك جبت ايه بالظبط عشان احتاجه في العيد ميلاد. طبعا كان لازم مشاوير ما بين العيد ميلاد والتحضيرات. رحنا لدكتور الاسنان عشان مامتي كانت محتاجه تروح للدكتور. للاسف قعدنا هناك ساعة ونص بس، كنا عقبال ما خلصنا واستنينا الدكتور. الحمد لله خلصنا، وده كان اخر حاجة. رحت جبت التورتة، وبعد كده دي بداية التحضيرات قبل ما اي حد خالص يجي. انا عزمت طبعا صحابي والناس القريبة مني علشان احتفل. هنا كنا بنحتفل بس طبعا ما عرفتش اجيب حد فيهم. وبعد ما حطينا الحاجة، ده شكل الاكل اللي انا جبته واللي عملته، وهقول لكم في مرة عملته ازاي بحيث ان احنا نقدر نعمل كل حاجة من البيت وبأقل تكلفة، وفي نفس الوقت نبقى عاملين حاجة شكلها شيك. ودي الكيك اللي انا كنت عاملاها قبل كده، عملتها تاني اكيد. وهنا كنا بنحضر للصورة، وبحاول ان انا اظبط الحرف بتاعي. هما كانوا بيدوني طبعا instructions وكده. وهنا بقى اديك بوسه اكيد، وده كان شكل الصوره الحمد لله في الاخر. ودي الهدايا بقى اللي جات لي، دي كانت من احلى الهدايا بجد اللي كانت موجوده، كانت سبيشال جدا. وكان فيها 14 جفت زي ما مكتوب عليها 14 هديه. وهنا هفتحها معاكم، واكيد هعمل لها في مره فلوج لوحده ان احنا ازاي نشوف كل حاجه فيها. دي كانت كلها حاجات ليها علاقه بتبس رمضان وستيكرز وكده. انا بحب جدا جدا الحاجات اللي هي بتكون اكتر فيها كرياتيفيتي، فيها حاجات بيكون فيها مثلا حاجات ريليتد لينا اكتر. فده كان فيه طبعا الكالندر بتاع السنة، وكان فيها نوت بوك دي ان شاء الله هستخدمها في ان انا اكتب فيها افكاري والفلوجز بتاعتي وكل حاجة. وده كان شكلها كده من جوه، تقسيمتها كانت حلوة جدا جدا. وكمان شوية ستيكرز بقى طبعا لرمضان. وده كمان برضو ستيكرز تانية بأشكال تانية مختلفة هوريكم بعد كده من قريب. وهنا بقى لقيت هنا كان زي تو دو ليست كده لرمضان عشان نكتب فيه الحاجات اللي احنا محتاجينها. وده هعمل عنها فيديو قريب اكيد ان شاء الله، عشان عايزه ادخل تشالنج في رمضان. ودي برضو كانت تابس لرمضان عشان حاجات نعملها ونعلم عليها. وبعد كده لقيت السبحه دي لونها جميل قوي، انا بحب اللون ده جدا جدا. وبعدين بدأت بقى ان انا اطلع، كان في حاجة سبيشال سبتها في الاخر. ودي زينة رمضان. جيت افتحها بس حسيت الموضوع هيطول قوي الصراحة، فقلت ان انا اشيلها اليوم تاني. وده الحاجات اللي بنحط عليها الكوبايات بتاعتنا وكده، وكانت برضو شكلها لذيذ قوي. والكوت اللي كانت مكتوب عليها كانت بجد حلوة قوي. ودي برضو الحاجات اللي بنحطها في الكتاب وفي الحاجة احنا بنقرا، فدي هنحتاجها قريب جدا برضو في التشالنج اللي انا هدخله هقولكوا عليه، عشان لو حابين ندخلوا مع بعض. ودي زينة تانية لرمضان. واخر حاجة بقى هفتحها هي الحاجة السبيشال جدا، ده عجبني قوي الكتابة اللي مكتوبة عليها والحاجات اللي موجودة دي. وهبدأ بقى مكتوب النهاردة عيد ميلادي في الستيكر. وبعد كده بقى فتحتها. الهدية دي جايلي من صاحبة عمري عامة، وهي للأسف ما كانتش موجودة معايا في العيد ميلاد، بس هي دايما موجودة معايا أكيد. دي بقى حاجات كده مكتوب عليها. كل كل كارد منهم مكتوب عليه حاجة. فأكيد هعملها على الانستجرام كده كل يوم افتح حاجة. ده هنا بقى بقية الهدايا اللي جاتلي، لو حابين ان احنا نفتحها مع بعض اكتبولي في الكومنت. وعملنا شوية تيك توكس طبعا لانه لازم العيد ميلاد ما ينفعش من غير تيك توك. وهنا كانت اخر حاجة بقى، وبجد كان يوم مميز جدا.
وبجد الهدايا كلها كانت مميزة قوي، لان هي كلهم جابوها حاجة ليها علاقة باليوتيوب اللي انا بادئاه وبالحاجات اللي انا بعملها. بعمل لكم فويس دلوقتي من وقت اللي جابهولي اخويا، وبجد هتوحشوني للفيديو اللي جاي. باي.